كلنا بنحب المحشي، بس محشي الكرنب بالذات له ذكريات حلوة معانا في الشتا. احنا راجعين من المدرسة بردانين والجو مطر، بنلاقي أمنا عاملاه وريحته مالية البيت. هنعمل النهاردة محشي الكرنب، وهقول لكم على تتبيلة لذيذة قوي هتعجبكم، وكمان هقول لكم على طريقة تلفوا بيها ورق الكرنب بمنتهى السهولة وفي 10 دقايق من غير ما تتعبوا. أول حاجة أنا بسلق الكرنب قبلها بيومين، أقطعه شرايط وأجمده في الفريزر علشان أما أطلعه من الفريزر وأسيبه يبرد يكون سهل في اللف، ودي أحسن طريقة بتسهل علينا لف ورق الكرنب. بنطلع طبعا ورق الكرنب قبلها بساعة علشان يبرد، وفي الوقت ده هنبدأ نجهز الحشو. أنا حضرت 3 كوبايات من الرز المصري المغسول ومتصفي، وكوباية من الفريك المسلوق المتصفي، وهحطهم في بولة. الفريك في المحشي بيديله طعم يجنن، جربوه هيعجبكم قوي. الفريك لازم يكون مسلوق علشان ما هو بياخد سوا اكتر من الرز، لو حطيتوه ني مش هيلحق يستوي، عشان كده انا بقول لازم يتسلق الاول. حضرت كمان كيلو الا ربع طماطم، وقطعتها معاها ثمرة من الفلفل الحامي، وقطعت حزمتين من البقدونس، وحزمة من الشبت، وحزمة من الكزبرة. اخدت الورق ما خدتش العيدان. وقطعت بصلاية متوسطة، قطعتها قطع صغيرة، وحطيت معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة كبيرة من الكمون. وهضيف نص كوباية من الزيت عليهم معلقتين كبار من الزبدة، وهضيفهم على الخلطة وقلبت. ضفت معلقة كبيرة من هريسة الشطة، بكون دايما عاملاها ومجهزاها في الفريزر، هي والثوم المهروس. أخدت معلقة كبيرة من الثوم المهروس بمعدل حوالي 4 فصوص من الثوم. هقلب، وكده الخلطة بقت جاهزة. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ولو عجبتكم الوصفة ياريت تجربوها وتقولوا ايه رأيكم في التعليقات. في طبق فردت قطعة من ورقة الكرنب وحطيت الحشو، هبتدي ألف، بتلف معايا بمنتهى السهولة. ما أخدتش معانا وقت، لأن احنا لما حطيناها في الفريزر وطلعناها ده خلى الورقة بقت حنينة جدا معانا وتتلف بسهولة. في حلة هحط معلقتين كبار من الزيت، وشرايح من البصل، وشرايح من الفلفل الرومي، بيدي طعم حلو قوي للمحشي من بره. هبتدي أرص المحشي، بعد ما خلصت جبت مكعب زبدة وحطيت عليه معلقتين كبار من الزيت، وهدفيهم على النار. بعد ما الزبدة ساحت هضيفهم على المحشي. الزيت بيخلي الرز يستوي وهو مفلفل، والزبدة بتديله طعم لذيذ قوي. حطيت طبق صيني علشان المحشي ما يفكش وهو بيستوي، ما تقلقوش ابدا، الطبق مش هيحصل له اي حاجة. جبت كوباية من الشوربة سخنة وحطيت فيها معلقة كبيرة من الصلصة البيتي وضفتها. اهم حاجة هضيف معلقة صغيرة ملح ورشة فلفل أسمر ورشة كمون، وطبعا ضفتها للمحشي. الشوربة لازم تكون مستواها أقل شوية من مستوى سطح المحشي. هسيب المحشي يتشرب لمدة 10 دقايق، وبعدين أوطي عليه النار وأغطيه
وأحط تحت منه شياطة لحد ما يكمل السوا بتاعه. المحشي استوى، ما شاء الله ريحته تجنن. هغرفه في طبق أو في صينية. الريحة ملت البيت، وطبعا أكيد ولادكم هيكونوا في الوقت ده بيتنططوا عايزين ياكلوا منه. طعم الفريك مع الرز في المحشي بيخلي طعمه يجنن. احنا في موسم الكرنب، يا ريت تجيبوا الكرنب تسلقوه وتجهزوه في الفريزر علشان دايما يبقى جاهز معاكم، وقت ما تحتاجوا تعملوا محشي تلاقوه جاهز. طبعا تتبيلة حشوة المحشي ممكن تزودوا عليها بهارات المحشي لو بتحبوا طعمها، وكمان لو مفيش شوربة تسقوا بيها المحشي تقدروا تحطوا مكعب مرقة تدوبوه في كوباية مية مغلية، بس في الحالة دي ما تحطوش ملح وانتم بتسقوا المحشي علشان مكعبات المرقة بيكون فيها ملح زيادة. وبألف هنا على قلبكم.